السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اللهم صل على محمد وآل محمد. رجعت وياكم فيديو جديد. وطبعا يا شباب اليوم الفيديو مو ببجي، اليوم الفيديو مختلف. طبعا يا شباب اليوم الفيديو راح يكون مختلف. انا دخلت بمشروع فحبيت انه انزل لكم فيديو يمكن يعجبكم وراح تستفادون منه. طبعا انا بالنسبة لي انه دخلت في المشروع مقتنع ب100%، فحبيت انه انزل لكم فيديو ويمكن انتم يعجبكم بعد. فيا شباب خليكم مع فيديو شرح ومختصر. طبعا يعني انت اذا عجبك المشروع هذا وحبيت تدخل تتواصل وياه على الانستغرام، هذا اليوزر مالتي. طبعا هذا المشروع انت بس انه اخذ فكرة عنه. اذا عجبك المشروع وحبيت تدخل بعد بيه هواي سوالف راح تسمعها وراح تعجبك اكثر واكثر، واكو بيه هواي شغلات راح تستفاد منها. فيا ولد انا ما اعرف اشرح لكم، فخليت ولد صاحبي راح يشرح لكم الموضوع، لان انا اذا شرحت لكم ما راح تفتهمون عليه مثل ما تفتهمون عليه. هو طبعا اختصر لكم السالفة كلها بربع ساعة هيك يعني. وقلت لكم اللي يحب يفهم على المشروع اكثر وبعد يريد يستفاد اكثر اكو هاي سوالف انا ما قلت له يعني احكيها كلها بالفيديو، خليها على الفيديو الجاي. ومو على الفيديو الجاي، على اللي يحب يدخل، اللي يحب يدخل يتواصل وياي مثل ما قلت لكم. وتابعوا الفيديو للنهاية، وتحياتي لكم، ولا تنسون اللايك والتعليق، ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم يا شباب، شلونكم وشلون صحتكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. فيديو اليوم بعيد كل البعد عن العاب الجيمنج. اليوم راح احكي لكم عن مشروع استثماري ممكن يغير حياة اي شخص يستغله. فاللي اريده منكم تركزوا لي بالفيديو، تلبسون هيدفونات وتكملون الفيديو للاخير، لان هذا المشروع مشروع جدا 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 مهم. مشروع اليوم هو مشروع يخص العملات الإلكترونية. العملات الإلكترونية أو العملات المشفرة أو الكريبتو، ذني كلهن أسماء هن يخصن العملات الإلكترونية أو العملات الرقمية. زين، شنو هي العملات الرقمية؟ العملات الرقمية هي صنف من أصناف العمل، يعني حالها حال الدولار الأمريكي، حالها حال الدينار العراقي. زين، بس هاي عملة على النت، يعني عملة إلكترونية. اليوم أي شخص يقدر يحول فلوسه من عملة ورقية إلى عملة إلكترونية، أو العكس، من عملة إلكترونية إلى عملة ورقية. زين، خلينا نجي نتعرف على أول عملة انطلقت عندنا بالعالم كله. أول عملة رقمية انطلقت اسمها البيتكوين. البيتكوين انطلقت ب2009. السعر مالتها كان 0.001. يعني أقدر أشتري 1000 عملة بيش في 0.001، تطلع ال1000 عملة بدولار واحد بس. أقدر أشتري 100,000 عملة في 0.001 ب100 دولار بس. زين، خلينا نفرض فرضية انه اشترينا 1000 عملة ب2009، يعني رجعنا ل2009 واشترينا 1000 عملة بدولار واحد بس. شنو اللي ممكن نربحه من هاي ال1000 عملة؟ شنو اللي ممكن نربحه من هذا الاستثمار اللي هو 1 دولار بس؟ لو مخلينها ل 2021 كان بعنا العملة الوحدة من البيتكوين ب64,000 دولار. زين، هاي عملة واحدة ب64، يعني ب6 شدات و40 ورقة. فما بالك انه اني مشتري 1000 عملة، ايش قد راح احصل؟ راح احصل 64 مليون دولار من استثمار اللي هو دولار واحد بس. زين، شنو اللي خلى البيتكوين توصل لهاي المرحلة من السعر؟ شنو اللي خلى سعرها يرتفع ل64,000 دولار؟ اليوم اي عملة عندنا بالعالم من يصير عليها طلب راح يزداد سعرها، مو صح؟ فالبيتكوين ليش صار عليها طلب؟ لان اجتني بنظام لا مركزي اسمه البلوك تشين. شنو هذا البلوك تشين؟ خلينا نجي نتعرف عليه. البلوك هو كتلة، والتشين هو سلسلة. فبلوك تشين هو سلسلة كتل. شنو شغله؟ شغله الاساسي هو الغاء الوسيط، الغاء الطرف الثالث. اليوم اي معاملة حكومية تحتاج الى وسيط. على سبيل المثال، اليوم اشتريت قطعة ارض اني، حتى احول هاي القطعة باسمي لازم اروح دائرة العقارات، مو صح؟ دائرة العقارات هي الوسيط اللي بيني وبين اي شخص ثاني. زين، فمن اجاني نظام البلوك تشين لغالي الوسيط، لغالي دائرة العقارات. فهذا البلوك تشين شو الطاني سهولة والطاني سرعة. هاي السرعة وهاي السهولة خلت اغلب الناس تجي تشتغل بالعملات الرقمية. زين، ليش؟ لان بيها نظام البلوك تشين. حلو. زين،
البلوك تشين مالت البيتكوين يسوي لي 7 عمليات بالثانية. يعني شنو؟ يعني اقدر اشتري بيت، اقدر ابيع بيت، اقدر اشتري سيارة، اقدر ابيع سيارة، اقدر اسحب فلوس، اقدر اودع. 7 عمليات يسويني اياهن بثانية واحدة بس. يعني هاي سهولة مو طبيعية تعتبر بوقتها. 7 عمليات بالثانية. اليوم العملية الوحدة، المعاملة الوحدة اخلصها باسبوع، فما بالك انه اخلص 7 معاملات بثانية واحدة بس. هاي بالنسبة للبيتكوين، وهاي الميزة اللي اجتني بيها. اليوم اي شي بالعالم اكيد اكو له منافس. زين، حتى اكون منافس ناجح لازم انطي ميزات احسن من المشروع اللي قبلي، مو صح؟ ف هاي البيتكوين اجتني ب7 عمليات بالثانية. البلوكشين مالته يسوي لي 7 عمليات بالثانية. اجتني عملة ثانية اقوى من عدها، بلوكشين جديد اسمه الايثريوم، انطلق ب2015، سعره 0.6 يعني نص دولار. زين، شنو الميزة اللي طاني اياها؟ انه يسوي 20 عملية بالثانية الوحدة، يعني افضل من البيتكوين. بيتكوين 7، الايثريوم يسوي لي 20 عملية بالثانية. وصل سعرها ب2021 ال4000 دولار، 4700 طبعا. زين، نمشي للميزة اللي بعدها. اجتني عملة بعد ثالثة براها، بلوك تشين جديد اسمه الباينس. الباينس انطلق ب2017، سعره 0.09. شنو الميزة اللي طاني اياها؟ انه يشتغل حاله حال الايثريوم، يسوي 20 معاملة بالثانية بس بعمولات اقل. يعني اذا الايثريوم 10% تاخذ عمولة، فالباينس تاخذ 5%. ووصل سعرها ب2021 ل700 دولار. يعني لو مشتري 1000 عملة كان محصل 700 ألف دولار من الاستثمار اللي هو شقد 96 دولار بس. حلو. زين، اليوم حكيت لكم عن ذني حتى اعطيكم معلومات عن العملات الرقمية، حتى اعطيكم معلومات عن سوق العملات الرقمية شنو هو وشلون ممكن نستغله. حلو. زين، شنو الطريقة اللي ممكن نحصل من خلالها هاي العملات؟ من نرجع للبيتكوين ب2009 كان اكو طريقتين، اما تشتري من السوق عملات بيتكوين، او تشتري جهاز يصنع لك العملة، جهاز تعدين يصيحوا له. هذا الجهاز يبدي يصنع لك العملة بشكل يعني يومي او شهري او سنوي. حلو. زين، بالنسبة لأجهزة التعدين، طبعا كل عملة من ذنين انطلقت لها أجهزة تعدين. هاي الأجهزة تكون محدودة، لها عدد من محدد، وهذا العدد إذا خلص بعد ما حد يقدر يشتري هاي الأجهزة التعدين. زين، هاي أجهزة راح تبقى تعطيك عملات لمدة 15 سنة أو 20 سنة حسب العملة، كل عملة لها وقت محدد مال جهاز التعدين مالتها. فهاي العملات فاتتنا الفرصة اليوم من عدهن، ما قدرنا نشتري أجهزة تعدين، ما قدرنا نشتري المصانع اللي تعطيني هاي العملة. أما اليوم اللي يريد يشتري أي وحدة من ذني فيقدر يشتريها. مثلا البيتكوين ب3 شدات، الإيثريوم حاليا ب2000 دولار. زين، الباينس حاليا ب300 دولار، يعني ب3 أوراق بالعراقي. فهاي العمل فاتتنا، ما حد كان يعطينا معلومة عنها، ما حد اعطانا الشغلة شلون نستغلها مثلا، او شلون ممكن نستفاد من عدها، ما كان عندنا اي معلومات عنها. فاليوم الفرصة اللي قدامنا فرصة جديدة، عملة جديدة، بلوكشين جديد انطلق ب2022 اسمه زينيك. هاي العملة اجتني بسعر 0.03. زين، احنا مو قلنا كل عملة لازم تعطيني ميزة اقوى من قبلها؟ فخلينا نجي نشوف الميزة مالت العملة هاي. الميزة مالت العملة هاي انه اسوي اكثر من 50,000 عملية في الثانية الواحدة. تشوفون الطفرة؟ 50,000، مو 20 ولا 7 ولا 14، 50,000 عملية بالثانية الواحدة. زين، يعني هذا منافس ما راح يجي مثله مستقبلا، منا لمدة يمكن اكثر من 40 سنة. زين، الميزة الثانية اللي طاني اياها انه عمولاته اقل، عمولات يشتغل بعمولات 1% بس. حلو. زين، الميزة الثالثة اللي بهاي العملة اللي هي زينيك، انه ذني العملات كلهن عملات مجهولة المصدر، ما يعرفون منو اللي طالقهن، ما يعرفون بيا دولة انطلقت، ما يعرفون شنو المشاريع اللي تشتغل بها. اما بالنسبة لعملة زينيك فهي عملة اجتني بالورقة البيضاء، الوايت بيبر، اعطتني المعلومات عنها كاملة. خلينا نجي نتعرف عليها واحدة واحدة.
الشخص اللي طالق العملة هو دكتور ايرون، دكتور نمساوي الجنسية بشراكة الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم. زين، المدراء التنفيذيين اللي بيها هو سليمان الرفاعي من الامارات، بدر سيزر من اسبانيا، علي ابو زنجان من الامارات. اما المقر الرئيسي مالته هو برج خليفة طابق 147 بدبي. اي شخص اليوم يروح البرج خليفة طابق 147 راح يلقى المدراء التنفيذيين موجودين هناك كلهم. زين، اليوم كم مشروع بعملة زنيك؟ احنا قلنا تستقبل 1,200,000 مشروع. زين، كم مشروع حاليا بيها؟ حاليا بيها 6 مشاريع بس. خلينا نجي نشوف ذن المشاريع شنو. المشروع الاول هو مشروع توبان. توبان مشروع خاص بالبيئة، شغله الاساسي زيادة الاكسجين ونقصان ثاني اكسيد الكربون من خلال شراء الاراضي ذات الغابات الماطرة، اعادة تشجير اراضي الغابات المنكوبة، الطب، الانتاجات الزراعية، المستحضرات الطبية، المراقبة. هذا المشروع وحده محصل على 67 تسجيل براءة اختراع. فاليوم هذا المشروع اذا يريد يشتغل مو يحتاج صرف اموال. زين، مو راح تجي ايرادات، فالايرادات اللي راح تجي والاموال اللي راح يصرفها ما تصير الا بعملة توبان، الا بعملته. فبالتالي راح يصير طلب على العملة، والعملة عد من؟ عد الناس اللي مستثمرين بيها، عد الاشخاص اللي مشترين اجهزة توبان. زين، المشروع الثاني هو مشروع سيدي للعقارات. سيدي هو سلسلة من المجمعات السكنية. اليوم راح يصير بالنمسا، انطلق بالنمسا اصلا وكمل هذا المشروع، فباكر بتركيا، بألمانيا، حتى بدبي راح يصير. فهذا المشروع مترمز على عملة رقمية اللي هي اسمها سيدي. اي شخص يريد يشتري عقار من هذا المجمع لازم يشتري عملة سيدي حتى يقدر يشتري هذا العقار، فبالتالي راح يصير طلب على العملة وراح يزداد سعرها. المشروع الثالث هو ريغاردوس للأفلام. مشروع ريغاردوس، شايفين نتفليكس؟ هاي مشابهة لنتفليكس. طبعا ذن المشاريع كلهم مشاريع موجودات على أرض الواقع، يقدر أي شخص اليوم يشوف أي واحد بيهن. زين، فمشروع ريغاردوس عنده عملة خاصة بيه اللي هي ريغاردوس. شايفين الأفلام ايش قد بيها فلوس؟ شايفين ايش قد تجي إيرادات من عندها؟ فالفلوس اللي تصرف والإيرادات اللي راح تجي ما تجي إلا بعملة ريغاردوس، فبالتالي راح يصير طلب على العملة وراح يزداد سعرها. المشروع الثالث هو تيدرون. الطيارة الواحدة من هاي الدرون 10 متر، زين يشيل 1 طن. فالطيارة الواحدة ب10 مليون دولار. عندها هواي استخدامات، تستخدم بالطب، بنقل الانتاجات الطبية، بنقل المعدات العسكرية، اطفاء الحرائق، الانقاذ، المراقبة، حماية الحدود، وهواي الها استخدامات كلش هواي. الطيارة الواحدة ب10 مليون دولار. اليوم اي شخص يريد يشتريها لازم يشتري عملة تيدرون حتى يقدر يشتري هاي الطيارة. المشروع الخامس هو مشروع افينوك. افينوك هذا خاص بالنقل الجوي، يعني اي شخص اليوم يريد يسافر بشركة افينوك لازم يشتري العملة. طبعا مو بس بالنقل، خاص ببيع الطيارة، وخاص بتأجير الطيارات، وخاص بالنقل، نقل البضائع ونقل الاشخاص. فاي شخص اليوم يريد يسافر بشركة افينوك لازم يشتري العملة مالتهم اللي هي افينوك حتى يقدر يسافر. او اي شخص يريد يشتري طيارة لازم يشتري عملة افينوك حتى يقدر يشتري طيارة، او اي شخص يريد يأجر طيارة، وهكذا. فبالتالي راح يصير طلب على العملة وراح يزداد سعرها. المشروع السادس هو مشروع فو. فو شركة طيران عملاقة خاصة بالنقل الجوي ونقل البضائع. فأي شخص اليوم يريد يسافر من خلالها لازم يشتري هاي العملة اللي هي عملة فو. اليوم شلون نستغل عملة زينيك كوين؟ زينيك كوين حالها حال العملات اللي انطلقت قبلها، فطلقت أجهزة تعدين. هاي أجهزة تعدين 500,000 جهاز، اللي باقي من عندها بس 8% بس. فهاي الفرصة لازم اللي حاب يستغلها لازم يستعجل بيها. جهاز التعدين مال زينيك يعطيني 35 عملة بالشهر، بالسنة اضربها في 12 فمنطيني 420 عملة. زين، خلال 4 سنوات منطيني 1680 عملة. ليش ضربتها ب4 سنوات؟ الاقتصاد العالمي من شاف العملة وشاف الضخامة اللي بيها انطاها تسعيرة. اقل شي توصل العملة الوحدة ب$1000 خلال 4 سنوات، اقل شي. زين، اني الجهاز اللي عندي مصنع لي خلال 4 سنوات 1680 عملة. اضربها، ما اريد اضربها ب1000، اريد اضربها ب$500. انا ايش قد محصل؟ محصل 840,000 دولار
والجهاز باقي يشتغل عندي لمدة 20 سنة. طبعا جهاز زنيك يشتغل مدة 20 سنة، من 18 إلى 20 سنة. زين، فبخلال هاي الفترة بس أني مصنع لي محصل من عدة 840 ألف دولار. سعر الجهاز الكامل سعره 1000 يورو في 1.7، يطلع اشقد 1,700,000 بالفلوس العراقية. حلو، زين. نص الجهاز اليوم الشركة وفرت لي الميزة الوحيدة اللي بالعملات الرقمية هي هاي، انه اليوم اريد اشتري مصنع، اقدر اشتري وحدي واقدر اشتري بشراكة. فاقدر اشتري جهاز كامل، اقدر اشتري نص جهاز نقسمه على 2 يعطيني 17 عملة، سعره 530 يورو في 1.7، فهو 900 ألف. زين، اقدر اشتري ربع الجهاز يطلع اقسمه على 4، فيعطيني 8 عمل. ايش قد سعره؟ 300 يورو في 1.7، فهو 510. طبعا يا شباب وصلنا هنا نهاية الفيديو. شكرا لكل واحد كمل الفيديو. ويا ولد اي واحد مثلا انه ما افتهم بعده ويريد يدخل بهذا المشروع، هو اكو طبعا هواي سوالف بعد ما شرحها وهواي امور راح تستفادون منها طبعا كلها، بس الفيديو يصير طويل. واللي عجبه مثل ما قلت لكم المشروع هذا ويريد يدخل، وقلت لكم يتواصل وياي على الانستغرام، هذا اليوزر مالتي، وهواي امور راح نشرح له اياها. طبعا هذه ما راح تكون فيديو بدون فيديو، نصعده اتصال وراح يكون شرح قدامه. تمام، فمثل ما قلت لكم اللي عجبه يتواصل وياي. وشكرا مرة ثانية لأن وصلت لنهاية الفيديو، ومع السلامة شباب.